مرحبا بكم أحبتي في مساحة جديدة من الكلام ما بين مساحة نحاول فيها أن نفهم أنفسنا لا أن نحكم عليها. موضوع اليوم يمسنا جميعا لأنه يتعلق بتغيرنا. نحن نتغير كل يوم، لكن بعض التغيرات تأتي فجأة، كأننا استيقظنا يوما وصرنا أشخاصا آخرين. أصبحنا أكثر هدوءا، أقل حديثا، أكثر حذرا في إعطاء مشاعرنا، وأقل اندفاعا في حب الآخرين. لكن هل تغيرنا فعلا؟ أم أننا فقط كبرنا بما يكفي لنفهم ما لم نكن نفهمه؟ في البداية نكون طيبين أكثر من اللازم، نسامح كثيرا، نبرر كثيرا، نعطي من وقتنا ومن قلبنا ومن طاقتنا بلا حساب. نظن أن الحب يكفي وأن النوايا الطيبة تصلح كل شيء، لكننا مع الوقت نكتشف أن الطيبة الزائدة تؤذينا أكثر مما تريحنا. نتغير حين نكتشف أن الصمت أحيانا أجمل من ألف شرح لا يفهم. نتغير حين ندرك أن بعض العلاقات كانت تبقينا في دائرة الألم، وأن البعد عنها ليس خسارة بل نجاة. كثيرا ما يفاجئنا الناس بقولهم ما بك تغيرت، لكنهم لا يرون ما مررنا به لنصل إلى هذا التغير. لا يرون كم مرة خبأنا وجعنا خلف ابتسامات، ولا كم مرة سهرنا ليلا نحاول إقناع أنفسنا أن الأمور بخير. نتغير لأننا لم نعد نريد المعارك الصغيرة، ولا الحوارات المكررة، ولا التبريرات التي لا تنتهي. نتغير لأننا مللنا من القلوب الباردة ومن العلاقات التي ترهقنا أكثر مما تطمئننا. في مرحلة معينة نصل إلى حالة من الهدوء تشبه النضج، ندرك أن الحب وحده لا يكفي، وأن الأمان ليس في وجود الناس بل في توازننا الداخلي. نتعلم أننا لسنا مجبرين على البقاء في أماكن تطفئ نورنا، ولا مع أشخاص يجعلوننا نشك في قيمتنا. التغير ليس قسوة، بل وعي متأخر بأننا لا نريد أن نعيش في نصف حياتنا. نريد أن نعيش بصدق، بسلام، بوضوح دون خوف. ولذلك نختار أن نصمت حين يستفزنا الكلام، أن نبتعد حين يرهقنا البقاء، وأن نبتسم لأننا نجونا من فوضى كنا نظنها حبا. هل لاحظت أنك لم تعد تجادل كما كنت تفعل؟ أنك لم تعد تحاول إقناع أحد بصدقك؟ ذلك ليس برودا، بل حماية لنفسك. توقفت عن الشرح لأنك أدركت أن من يريد الفهم سيفهم من تلقاء نفسه. التغير الحقيقي يبدأ حين نحب أنفسنا أكثر، حين ندرك أننا لسنا أنانيين لأننا اخترنا راحتنا، بل لأننا تعبنا من أن نقدم السعادة للجميع وننسى أنفسنا. في كل مرة نتغير فيها نحن في الحقيقة نشفى من توقعات زائدة، من خيبات مؤلمة، من أشخاص لم يقدرونا كما ينبغي. نشفى من أنفسنا القديمة التي كانت تصدق كل الوعود. ولذلك لا تخف من التغير، فهو ليس نهاية شيء بل بداية وعي جديد. هو صوت روحك يقول لك كفى، حان الوقت لأن تختار نفسك. قد تبكي وأنت تتغير، قد تشعر بالوحدة، لكن تذكر الوحدة التي تأتي بعد السلام خير من الزحام الذي يأتي بعد التعب. سيأتي يوم تنظر فيه إلى نفسك وتبتسم وتقول كنت أظن أني فقدت كل شيء، لكني في الحقيقة وجدت نفسي. أحبتي، في النهاية أريد أن أقول لكم لا تخافوا من التغير، فهو ليس دائما فقدانا بل نضج، وليس انكسارا بل تحرر من قيود لم تعد تليق بكم. احكوا لي في التعليقات، هل تغيرتم أنتم أيضا؟ ومتى كانت اللحظة التي شعرتم فيها أنكم لم تعودوا كما كنتم؟ ولا تنسوا الاشتراك في القناة الكلام ما بين، وتفعيل الجرس لتصلكم أحاديث جديدة من القلب إلى القلب، لأن هنا لا نحكم بل نفهم.